السلام عليكم الزينات، كي راكم لاباس؟ انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها ليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبدو الفيديو نبدو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بديت لكم الفيديو اليوم مع الصباح. حطيت قهوتي، راني نتقهوى قبل ما ينوضوا بناتي. من بعد كي نكمل قهوتي عندي خرجه، نخرج نقضي صوالحي ونولي لشغالاتي وراكم معايا. راني غاديه نجيب المعدلات تاع بناتي، ربي يجيب الخير. الحمد لله ختامها مسك. قرايه ثم القرايه ثم القرايه، احساس كي شباب 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 بزاف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنا بعد ما رجعت من المدرسه وجبت الشهادات تاع بناتي، عقوبه ان شاء الله للشهادات العليا ان شاء الله ليا وليكم ان شاء الله يا ربي. هنا قلت نحك هادو الشوايات وندسهم الوقت اللي نحتاجهم نعاود نجبدهم. كيفاش نستثمروا في ولادنا في الدنيا والاخره؟ كاين بزاف ناس يظنوا بلي الاستثمار يكون غير في المال ولا التجارة ولا العقارات، بصح كاين استثمار أعظم وأغلى من هذا كامل، وهو الاستثمار في ولادنا. الولد نعمة من عند ربي وأمانة حطها بين يدينا، ولازم نربوه على التربية الصحيحة باش يكون إنسان صالح ينفع روحه وينفع المجتمع، ويكون سبب في خير لوالديه في الدنيا والآخرة. أول حاجة لازم نركزوا عليها هي التربية الدينية. من صغرهم نعلموهم يحبوا ربي ويعرفوا نعمته عليهم، ونعودوهم على الصلاة والذكر وقراءة القرآن، ماشي غير بالأوامر بل بالقدوة الحسنة. كي يشوف الطفل باباه ويماه محافظين على الصلاة ويتعاملوا بالأخلاق الطيبة، يتعلم منهم أكثر من أي كلام يسمعه. الدين هو أساس اللي يبني شخصية الطفل ويخليه يعرف الصح من الغلط. ثاني حاجة هي الاهتمام بالقراية والعلم. الإسلام شجع على طلب العلم، والولد اللي يقرأ ويتعلم يقدر يحقق أحلامه وينفع بلاده وأهله. لازم نشجع ولادنا على الاجتهاد وما نخوفهمش من الفشل، لأن النجاح يجي بالمحاولة والصبر. كي نعاونوهم ونوقفوا معاهم في دراستهم نكونوا نستثمروا في مستقبلهم الدنيوي. كذلك لازم نعلموهم الأخلاق الحسنة، كما الصدق والأمانة والاحترام والتواضع. الأخلاق هي الزينة الحقيقية للإنسان. ممكن واحد يكون متعلم بزاف بصح إذا ما عندوش أخلاق يخسر قيمة كبيرة من شخصيته. لهذا لازم نغرسوا في ولادنا حب الخير للناس ومساعدة المحتاج واحترام الكبير والعطف على الصغير. ومن الأمور المهمة كذلك أننا نعطوا لولادنا وقت من حياتنا. بزاف أولياء مشغولين بالخدمة أو الهاتف وينسوا باللي الطفل يحتاج للكلام والاهتمام والحنان. جلسة قصيرة مع الولد تسمع فيها واش حاب يقول وتفرح معاه وتعاونه، تقدر تبني ثقة كبيرة بيناتكم. الطفل كي يلقى اهتمام في الدار يكون أقرب لوالديه وأكثر استعداد يسمع نصائحهم. كما يجب علينا نعلم ولادنا تحمل المسؤولية من صغرهم، نعطوهم مهام بسيطة في الدار ونشجعوهم يعتمدوا على أنفسهم. هكذا يكبروا وهم يعرفوا قيمة العمل والاجتهاد وما يبقوش متكلين على الآخرين في كل شيء. وما ننساوش الدعاء، لأن الدعاء من أقوى الأسباب اللي تعين الأولاد. الوالدين يدعوا لأولادهم بالهداية والنجاح والصلاح، ويسألوا ربي يحفظهم من كل سوء. كم من دعوة صادقة من أب أو أم كانت سبب في نجاح ولدهم واستقامته. وفي الأخير الاستثمار في الأولاد ما يحتاج أموال كثيرة بقدر ما يحتاج حب وصبر وحكمة. كي نربوا ولادنا على الدين والأخلاق والعلم والعمل الصالح نربحوا في الدنيا أولاد صالحين يفرحونا، ونربحوا في الآخرة أجر عظيم بإذن الله. لهذا لازم نستغلوا كل يوم وكل فرصة باش نغرسوا فيهم القيم الطيبة، لأنهم مشروع العمر وأغلى ما نملك. اللهم يا رب العالمين نسألك لأولادنا النجاح والتوفيق في دراستهم وحياتهم. اللهم افتح عليهم أبواب العلم النافع والفهم السديد، وبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم. اللهم اجعلهم من الصالحين المصلحين، وثبتهم على طاعتك وحسن عبادتك، وابعد عنهم رفقاء السوء وكل ما يضرهم. اللهم ارزقهم الأخلاق الحسنة والعقل الراجح والقلب الطيب، واجعل النجاح حليفهم في الدنيا والفوز بالجنة نصيبهم في الآخرة. اللهم فرح قلوبنا بتوفيقهم وصلاحهم، واحفظهم بعينك التي لا تنام، ووفقهم لكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يوصيكم الله في أولادكم. خير كسب الرجل ولده. أعظم أنواع الكسب أن تعتني بابن يكون صالحاً من بعدك. لذلك
في الحديث الشريف: إن أولادكم من أطيب كسبكم، إن أولادكم من أطيب كسبكم. لكن يحتاج إلى وقت، يحتاج أن يكون ابنك معك، أن تلزم ولدك، أن توجهه. العمل الذي يمتص كل وقتك هو خسارة. ألغى أبوتك، ألغى تربيتك لأولادك، ألغى توجيهك لهم. صحاب البيا مكملوا وتهنيوا قبل العيد، بقي صحاب البكالوريا ما جاهم عيد ما جاهم حتى شهر. يا رب يا رب يوفقهم يا رب. اللهم وفقهم وافتح لهم أبواب الفهم والتوفيق، ويسر لهم كل صعب، وبارك لهم في جهودهم. اللهم ارزقهم النجاح والتفوق، واجعل فرحتهم بالنتائج فرحة تملأ قلوبهم وقلوب أهاليهم. آمين يا رب العالمين. صاي غسلتهم ونقيتهم، خليتهم باش ينشفوا. كي ينشفوا ندخلهم مام البالكو هنايا، حكيته مليح ونقيته فحفحته، خليته هو تاني ينشف. يم الزين النقال وكان يبقى البوزلوف صاي طاب. درته في الماء، درت له حبه بصل، قنطحار ورند والملح، وهذا ما كان. دوك غادي نقيه من العظام اللي راهم فيه ونقليه. صاي راني قليته ووجدته، درته بالكمون والحرور ولاصوص، جا ما شاء الله. وزدت معاه الفريت والحريره. الفريت انا عندي كل يوم، باسكو عليه ما ياكلوليش كل حاجه، على بها ندير لهم الفريت نعاون بها، لا ما كلاوش ياكلوا الفريت. بناتي ياكلوا عادي، بصح زوجي قرة عيني وولدي قرة عيني، خرجي لي عينيا. ولدي يبغي ياكل الاكل الصحي، قال لك انا ندير سبور، نبغي ناكل حاجه صحيه. والزوج يبغي ياكل الاكل اللحمي، ياكل الحاجه اللي فيها اللحم. المهم هناك من الفيديو حبيباتي، استودعكم الله ومع السلامه.